اهلا بيكم في برنامج المنشر. انا محمد حليم وانا ملك دهشان، وده البرنامج اللي بننشر فيه غسيلكم ومشاكلكم الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا سالناكم عن مشاكلكم وانتوا بعتوا لنا مشاكل اغرب واعجب من الحلقه اللي فاتت، وده موجز باهم المشاكل اللي هنشوفها النهارده. اختي منعتنا ان احنا نحضر فرحها. ماما بتدمر كل ذكريات طفولتي. الرصيف معمول لمين يا عالم؟ مشاكل عائلات في موسم الاعياد. هنبدا دلوقتي بفقره غسيل الجمهور. وهي دي الفقره اللي بنناقش فيها مشاكلكم الاجتماعيه. يعني مشاكل مع حماتك، مشاكل مع مراتك، مش متجوزه، خطيبك، مش مخطوب، خناقه مع البواب، خناقه مع بتاع الغاز، خناقه مع بتاع اي حاجه انت اكيد بتتعاملي معاهم. يلا بينا. المشكله الاولى مع حليم. كتر خير. مشكله مع حليم يعني عشان مش معاه. اتفضل. المشكله دي من منال، 29 سنه. اختي منعانا ان احنا نحضر فرحها. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. لا هي اللي بتقول لك مش فرح اختي قريب وانا كنت فرحانه ليها قوي ومستنيه اليوم ده. فجاه لقيتها بتقول ان الفرح ممنوع يكون فيه اطفال. كلمتها بهزار كده، ايه يا حبيبتي ايه الاخبار؟ لا خلي بالك اوعى الكلام ده يكون عليا. قالت لي لا الكلام ده على الكل، انا فرحي مش هيحضروا اطفال. مش فاهمه يعني ازاي هتمنعينا من حضور الفرح؟ قالت لي انت عارفه اصلا ان انا انسانه مش بتحب الاطفال، فلو سمحت شوفي حد اليوم ده ياخد باله من البيبي. البيبي اذا هو عيل صغير. انا دلوقتي في خانه اليك، دي الخانه اللي انا بكرهها. خانه اليك دي اسوأ خانه. اما ما اروحش الفرح خالص او اروح بالبيبي واختي تزعل. اخت مش عايزه تجيب اختها الفرح عشان معاها بيبي. بحب التركيز بتاعك قوي. شفت؟ يعني هي مش عايزه ده طلع بسيط يعني. هي مش عايزه اختها تيجي الفرح عشان هي معاها بيبي. وفي دوشه بقى وهي ما بتحبش الاطفال. اتفضل قول بقى انت رايك. لا رايي انا حقها طبعا يا جماعه. بجد الاطفال بيطلعوا عين ابونا في الفرح. انا اسف لكل الناس اللي بتملك اطفال، ان شاء الله يكبروا ان شاء الله ان شاء الله ويقعدوا يجروا على البيست بتاع الناس اللي المفروض ترقص عليه. والمشكله بقى ان مفيش كنترول. يعني هنا بقى بيظهر ان انتوا اصلا مش طايقينهم. انتوا اول ما بتروحوا الفرح ما بتصدقوا العيال تجري. عارفه في راس البر ده مصيف للناس اللي هم يعني شغالين في مثلا وزاره التربيه والتعليم، يروحوا يصيفوا في معسكرات راس البر. عارفه بيبقى في راس البر في شواطئ، في كشك ده متجمع عليه مثلا 50 طفل تايهين من ابوهم وامهم. احنا عايزين نعمل كده في الافراح. انا بس الاطفال دي بتبقى مبسوطه، يعني الاطفال دي بتبقى مبسوطه جدا انها تايهه. ما هو دي هي دي بقى اللي بنتكلم فيها. ويشدوا في فساتين بقى وبتاع، وبص بتبقى حوار بصراحه. انا بضم صوتي لصوت اخت منال. يعني تعالوا نفعل هاشتاج اطفال بلا افراح او افراح اللي انا بقول. على فكره تعالوا نفعل هاشتاج افراح بلا اطفال. صدقوني ناس كتير جدا هتنضم، واعتقد ان دي حمله نقدر نطلعها من هنا. على فكره الناس في الحمله دي بيكتبوا في البوستر بتاع الفرح ما فيش اطفال يجوا. تحت كده من تحت كده عشان الناس تشوفها ما فيش اطفال يجوا. انا شايفه انها المفروض تمشي الدنيا عشان دي اختها. تروح بيه الفرح ويبقى هو بس ده، يعني هو اصل هو جزء من العيله. ما هي منال، هي اخت منال متضايقه من الموضوع ده. هي بتقول ان هي ما ينفعش يعني تجيب البيبي وكده. ما انا بقول لك بقى ان دي غلطانه عشان كده. هي غلطانه هي خلفت اصلا بقى ده بيبي واحد. عارف لو بيبيهات كتير خلاص. بس هو معلش هو بيبي مش هيجيب صحابه معاه يعني خلاص. لا ده منطقي طبعا. صحابه اللي في الحضانه ويطلع الفرح بالظبط. بيبي واحد بس خلاص، عياطايه كسر حاجه خلاص قشطه يعني خلاص. طب ما نقترح على اخت منال ان هي تجيب مثلا مرجيحه صغيره ونجيب واحد عامل نشغله عليها. وكل اي حد جاي الفرح جايب معاه عيل صغير يوديهوله منها نعمل فلوس تخش لصندوق النقطه. في نفس الوقت حلينا مشكله. انا حاسس ان حل كويس عامه، بدأوا يفكروا فيه يعني. ممكن يكون حل يعني غريب شويه. ده طبعا ده ليه بقى؟ شخصيتي. لان احنا هنجيب مراجيح، كل المراجيح دي الاطفال كتير جدا، هو مرجحه واحده للواد ده وخلاص. بس يقف معاه ناني ولا يقف مع الراجل يشتغل على المرجحه او نقعد نبدل كل شويه، هي وجوزها يروحوا يبدلوا يقفوا معاه شويه وبتاع، وبعد كده خلاص. ساره 23 سنه بتقول ماما بتدمر كل ذكريات طفولتي. ازيكم يا جماعه؟ لما كنت طفله ماما كانت بتاكد علينا دايما نحافظ على العابنا، لدرجه انها فضلت جديده لحد ما كبرت. دلوقتي انا اتصدمت صدمه حياتي لما لقيت ماما بتشحت اللعب دي لاطفال العيله. اللعب كلها اتدمرت واتهانت. انا بجد قلبي اتقطع اول ما شفت اول بطريق لعبه جبته في حياتي، مكسور جناحه وعينه مخلوعه. لما شفت المنظر ده قدامي قررت اخد كل لعبي من كل اطفال العيله. ماما طبعا اتخانقت معايا، بس انا قلت لها انت مش هتضيعي طفولتي زمان وذكرياتي دلوقتي. هل انا كده غلطانه؟ دايش نفسك معلش، عادي بتحصل. انا ماما كانت بتاخد مني لعب وانا صغير توزعها الناس. معلش
انا كان نفسي في مشاكل من دي. انا براشد كل الامهات ما يعملوش كده في اطفالهم. انا شايفه ان هي علشان التروما بتاعتها فهي بتاذي الاطفال الحاليين. شايف التروما موصلها لانها واحده 23 سنه عايز تاخد البطريق من البت وهي بتلعب بيه. بس انت لازم تخلي بالك ان انت كده هتنقلي التروما بتاعتك دي للبيبي اللي بيلعب بالبطريق. هو ذنبه بقى ايه ان هو انت كان عندك ماما مش كويسه؟ احنا كده بنتناول الترومات على مدار الزمن. لو سمحتي يا ساره ما تعمليش كده في الاطفال. اقلب القدره على في امها تطلع البنت تروما لامها. ودي اسمها جنريشنال تروما. جيل التروما يعني زي مثلا نوكيا N73 كده. احنا اتفقنا يا جماعه للمره الغريبه. دي المره الغريبه فعلا. الرصيف معمول لمين؟ مساء الخير، مش عايز اقول اسمي. بصراحة أنا مش عارف أنا وحش ولا أنا ماليش ذنب في اللي حصل. أنا طول عمري مش بفهم الناس اللي تمشي في نص الشارع وسايب الرصيف. من فترة كنت متخانق في الشغل ونازل متعصب جدا. نزلت ركبت عربيتي وكنت سايق في شارع ضيق، خبطت واحد مستفز سايب الرصيف وماشي في نص الشارع بالمراية، فهو وقع على الأرض وأنا ما فكرتش حتى أقف أطمن عليه من كتر ما أنا متنرفز. وقلت لنفسي ساعتها هو اللي ماشي في نص الشارع وسايب الرصيف يستاهل. بس لما هديت ضميري مش سايبني وحاسس إني شايل ذنبه ومعرفش أصلا جراله إيه. هل أنا غلطان؟ خبط وهو متعصب، خلي بالك. بالظبط. خلي بالك احنا لازم نعذره. عايز اعرف بس انت عربيتك نوعها ايه؟ لان انت تخبطه بالمرايه الراجل يطير دي حاجه غريبه. عايز اعرف ايه نوع العربيه دي اللي انت خبطته؟ كان راجل قصير؟ ليه بقى اشمعنى؟ عشان الخبطه اكيد جت في دماغه يعني الراجل انتهى يعني. ممكن يكون الراجل طويل فلما ضربه قص من ركبه كده فالراجل ممكن فعلا الراجل هعمل ايه؟ ممكن فعلا الراجل يكون طويل. عارف ليه؟ لان هو مشيته بتبقى اسرع، بتبقى صح. اللي ايه البرجر بتاعه واسع. المشطه بتبقى اكبر. المشطه؟ انا بسمع منك مصطلحات في البرنامج ده. اسمع ماشي. صلي على النبي كده واحده ماشي. هو خبطه من قدام ولا من ورا؟ هتفرق بس هتفرق. لا هتفرق طبعا، هتفرق في الحتفه. يعني لو مراهي هو بقى لو خبطه كده المرايه مش تتكسر. لو خبطه كده المرايه هتتكسر. الخبطه لو من قدام هتيجي في الكليه، لو من ورا الله اعلم هتيجي فين. بس هو لما هدي ضميره مش سايبه، واضح ان الراجل طار خبطه. انت خبطته بالمرايه، هو مش ذنبه ان هو مش ماشي على الرصيف. انت مش عارفك هو شايل ايه ولا عنده ايه ولا قاعد عنده السكر يمشي نص الشارع. انا دلوقتي متعصبه وورايا ميعاد فبجري بسرعه، بمشي بسرعه انا برجلي رجلي انا. ايوه فاهم. وانا ماشيه رحت عامله كده، فانا وانا بعمل كده انت رحت خبطني بالمرايه بتاعتك غصب عني. انت عليا. ما انا متعصب وطلعان في الشغل ونازل مش طايق الحياه، هعمل ايه؟ ما انا كمان عندي مشاكل، ما لازم تنزل تطمن عليا بقى خلاص. اللي هو يا باشا انا عندي مشاكل وانا كمان يلا. انا حاسس ان انت مش غلطان لو هو بيعدي في مكان مش مناسب للشارع. انا رايي ان انت غلطان ومحتاج تطمن على الراجل. ارجوكوا ردوا على الراجل في الكومنتات وقولوا له اذا كان هو المفروض يحس بالذنب ولا لا. ودي كانت فقره غسيل الجمهور. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في المشاكل دي في الكومنتس. ولو عايزين تبعتوا لنا مشاكلكم بصوا تحت الفيديو هتعرفوا تبعتوها ازاي. ودلوقتي الفقره اللي بنعرف فيها كل واحد معاه كام. فقره محفظتك اولا. في محفظتك اولا بنشوف كل المشاكل المتعلقه بالفلوس والماديات ومتعلقه باي حقاره هقفشها، اي حقاره هقفشها متعلقه بالفلوس. خالد 24 سنه بعت لنا بيقول ازيك يا ملك. كل شويه ازيك يا ملك، مفيش ازيك يا حليم. انا كويسه يا خالد. خليني راجل. فيها غل وحقد. شهر واحد شهر مهم قوي عندي علشان في عيد ميلاد ماما طبعا، وانا دايما بحب ادلعها واجيب لها هديه حلوه. المشكله انه في نفس شهر عيد ميلاد خطيبتي، وده اول عيد ميلاد ليها من بعد الخطوبه. انا دلوقتي بعد الصرف على الفرح وتشطيباته وبتاع معيش غير اني اجيب هديه واحده بس حلوه، يا اما لامي يا اما لخطيبتي. وساره لسه متخانق معاها وعايزه اصالحها، بس في نفس الوقت ماما بقالها فتره بترمي كلام ان من بعد الخطوبه انا ما بقتش مهتم بيها قوي. اعمل ايه؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. حد قال خطيبتك؟ عندي حل. ايه رايك لو ناجل هديه ماما شويه لشهر 3؟ لا. شهر واحد هنجيب هديه خطيبتك وشهر 3 هديه في ايد الام. كده احنا حلينا المشكله شويه. اعتقد ان مامتك ممكن تصبر يعني. ليه ساره ما تصبرش ليه؟ يعني كل فلوسك اصلا دلوقتي رايحه لساره، فيجي عيد ميلاد الماما ما يجيبلهاش هديه؟ ما انت مش عارفه زعل البنات ولا ايه؟ وانت مش عارف زعل الام؟ ده هيسخطك. ده عملوا فيلم. ايوه صح ده عملوا فيلم. عصى امه فرجع لقى الدبدوب بيقلب بطاطس والحاجات دي. بالظبط. رضا الام. اقول لك حل حلو. تروح تطلع كريدت كارد تجيب بيها هديه لمامتك وما تدفعش الاقساط. البنك ايه؟ يسجنك.
يبقى انا كده دبستك في مشكله تانية، بس خرجتك من المشكله الاولانيه. ما دفعتش غير بعد 55 يوم، خلاص انت حر. انت كده راجل غير مقتدر، لا تخطب لا تتجوز لا تجيب هديه لحد. يا اما بقى اقول لك على حاجه، انت حلو جدا كريدت كارد ده، بس ممكن بقى هو دلوقتي معاه 500 جنيه 250 و250 مج بقى، هو ممكن يجي يستلف مننا اسهل. معيش طبعا فلوس. معيش برضه بصراحه. ايه الهبل ده؟ ودي كانت فقره محفظتك اولا. ولو عايزين نقول راينا في اي حاجه متعلقه بالماديات ابعتوا لنا على طول واحنا هنرد عليكم. ودلوقتي مع فقرتنا الاخيره خبر الموسم. ودلوقتي مع فقره اللي انا بحبها وبستناها كل مره، اهم مراسل في الميدل ايست امجد شوشي. اتفضل يا امجد. الحقيقه انا النهارده في المستشفى واضح جدا من البلاطي اللي ورايا، مصور جاله هبوط حاد، ومش مصور عادي، ده مصور فود بلوجر، لانه قعد 3 سنين شغال مع البغل اللي بياكل وما اكلوش لقمه. انا شاكك في حد، هل هو عامل بوناتيل كده من ورا ومن قدام اصلع سنه؟ تعالى يا احمد. تعالى يا احمد. مين اللي جوه؟ احمد كتير. احمد مش معانا. احمد دخلت له جوه سالته، قلت له ايه يا احمد، ايه الاخبار، ايه الدنيا؟ قال لي تعالى يا امجد. خلاص بقت تروما عنده، نفسه ينطقها، هو نفسه ينطقها. اقعد حصل له هبوط في وقت ما التاني كان بياكل فول وطعميه، كان لسه صاحي البطاريه مشحونه. صور يا احمد انا هفطر، التاني واقف جنبيه الزيت بيتقلي، بيحط طعميه بتنجان الكلام ده كله طالع عليه في احمد. خلاص احمد ضغط الزيت عليه مع قله الاكل مع ان هو مش معاه فلوس يروح، الدنيا بايظه. فاحمد قال لك انا مانيش غير المستشفى، مكان ارتاح فيه ووجبات 3 وجبات وفي ناس بتهتم. كان هيخش يحبس نفسه، انا في وجبات في السجن جوه، بس لا قال لك لا، المستشفى المفروشات فيها الطف كتير. يعني راح برجله هناك بالظبط. كان عنده هبوط حاد ما وقعش، فضل واقع. عنده هبوط حاد. عنده هبوط حاد، خد ميكروباص وراح المستشفى. بالظبط. هو كتبها بس عشان لو حد هيسأله حاجه وانا كتبتها. فعلا عايز اعرف، هل الراجل ده بياخد فلوس؟ بص انا هقول لك، مش فكره هو كان بياخد فلوس او حاجه، هو اتعشم في الاول، اتعشم قال له تعالى صورني وانا باكل ويمكن تتغدى معايا وناكل لقمه سوا. جرب مره، التانيه، التالته، والتاني ما شاء الله فيسبا شغاله فكل ما التاني يقرب فاقول له يقرب احمد، فمره هزر قال لا ده احمد عايز ياكل ولا ايه، فاتكسف احمد. اتكسف احمد فيها، قال لك والله ما واكل. اتمنى ان نراعي احمد الفتره الجايه، ما نقبضوش، على الاقل ناكله، لان احمد ده من النوع اللي بياكل. انت فاهم قصدي؟ ماشي. عندك اي حاجه تانية حابب تضيفها قبل ما نقفل؟ ارجوكوا اهتموا باحمد واهتموا باي حد بيصور الفود بلوجرز. يا فود بلوجرز اشبعوا. كان معكم امجد شوشي من امام غرفه ابو حميد. ودي كانت فقرات المنشر النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش تبعتوا لنا مشاكلكم عشان نتناقش فيها كالعاده. تصبحوا على خير وانتم من اهله.